مشاهدين قناة الكرازة، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم سألوني فحيروني. طبعا أحب أرحب بضيفي الأول قدس أبونا عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمسترد، وأيضا أستاذ اللاهوت الدفاعي. أهلا وسهلا بيك يا أبونا. أهلا بيك. معلش احنا معطلينك. لا مش مشكلة. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا مع قدس أبونا عن ظهورات الله للأنبياء وازاي يتحدث معهم، وعرفنا حاجات كتير، ومن ضمن الكلام اللي اتكلموا أبونا قال ان المسيح ظهر بذاته في العهد القديم. فعايز ابونا قدسك اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الظهورات واحاديث الله مع الانبياء، وعرفنا ازاي ظهر للانبياء وازاي يتحدث معهم، وعرفنا ان هو ظهر بكذا شكل وبكذا صفه. وابونا انت قلت برضو في الحلقه اللي فاتت ان المسيح ظهر لبعض الاشخاص بصفه عامه في العهد القديم. طب عايزين نعرف ازاي المسيح ظهر وهو كان لسه ما اتولدش من العذراء مريم. ظهر وهو لسه ما اتولدش من العذراء القديسة مريم لسبب بسيط جدا. ايه هو؟ ان المسيح ككلمة الله موجود في ذات الله منذ الازل. يعني هو موجود في ذات الله منذ الازل. يعني مثلا في الانجيل القديس يوحنا في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، او حرفيا به كون، يعني خلق، وبغيره لم يكن شيء مما كان، اي كون فيه كانت الحياه. فلما اقول في البدء كان الكلمه، هنا نقطه جوهريه هي ايه؟ كلمة البدء هنا في اللغة اليونانية إن، يعني الآية كده إن أرشي في البدء إن أولوجوس. نعم. في هنا إن وإن. إن أرشي إن هنا في البدء اللي هي في اللغة في إن أرشي إن هولوجوس. في البدء كان الكلمة. إن هولوجوس إن هنا في زمن اسمه الماضي الناقص. يعني إيه الماضي الناقص؟ يعني الذي لا يعرف له بداية. يبقى في البدء بلا بداية كان الكلمة، والكلمة كان عند الله بلا بداية، لأنه بيستخدم إن برضو، وكان الكلمة الله بلا بداية. فهو بيأكد أن الكلمة كان عند الله نعم بلا بداية، هو في ذات الله بلا بداية. بعد كده والكلمة صار جسدا وحل بيننا، فهنا اتجسد. بعد كده الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر. يبقى هو إيه؟ كان عند الأب، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الأب. فهو عند الأب ومن الأب. الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو إيه؟ خبر. يبقى عند الأب، من الأب، في حضن الأب. وبعد كده يقول أنا والآب واحد. فهو واحد في ذات الله، بس هو عند الآب، من الآب، في حضن الآب، يعني بلا انفصال. أنا والآب واحد. عشان كده المنعني في قدر الله. ده في الأساس أن المسيح موجود. الحاجة الثانية، الرب يسوع المسيح نفسه بيأكد أنه كان موجود قبل العالم، فيستخدم تعبيرات معينة. مثلا لأني نزلت من السماء، ونزلت من السماء تعبير تصويري ان انا موجود في الذات الالهيه ونزلت على الارض، خدت صوره انسان. يعني مثلا في اصحاح 17 وقبل ما بين العشاء الرباني والقبض عليه مباشره، وقف يصلي الاب يقول له ايه؟ مجدني ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني ان هو موجود في ذات الاب قبل تكوين العالم. كون العالم يعني تكوين العالم. القديس بولس الرسول يقول لنا ايه؟ الذي هو صورة الله غير المنظور، رأس كل خليقة. هو صورة الله غير المنظور، رأس أو رئيس كل خليقة، باعتباره خالق الخليقة. كويس؟ فإن فيه خلق الكل. نعم. نرجع بقى ليوحنا ثاني. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كون، يعني خلق، وبغيره لم يكن شيء مما كون، فيه كانت الحياة. فهو خالق كل شيء. يبقى هو كان عند الآب، من الآب، في حضن الآب، في نفس الوقت هو خالق الكون وكل ما فيه. كل شيء به كون، وبغيره لم يكن شيء مما يكون. القديس بولس يوضحها أكثر، في إن فيه خلق الكل.
في المسيح خلق الكل. نعم. ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به ولو قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. فالمسيح موجود عند الآب في ذات الآب من الآب بلا بداية. هو خالق الكون. كويس؟ هو خالق الايه؟ الكون بكل ما فيه. عشان كده القديس بولس يفصل كل بيقال ايه؟ في ان فيه خلق الكل، اللي في السماء واللي على الارض، اللي بنشوفه واللي ما بنشوفوش، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا ام سيادات ام سلاطين ام رياسات، دي طغمات ملائكيه ام سلاطين، الكل به، الكل بالمسيح خلق وله قد خلق، والكل اتخلق للمسيح، بالمسيح وللمسيح. كويس؟ الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. قبل كل شيء وهو موجود قبل الخلائق. عشان كده يقول مجدنا أيها الآب عند ذاتك في يوحنا 17 بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. إذا أنا موجود في ذاتك قبل تكوين العالم. في آخر الإصحاح يقول له لأنك أحببتني قبل العالم. يعني قبل ما يتأسس العالم أنت حبيتني. فإذا هو موجود في الذات الإلهية بلا بداية، رقم 1، قبل تكوين العالم. رقم 2، هو خالق كل شيء في الكون. رقم 3، هو قبل 4، هو قبل كل شيء في الكون. رقم 5، إن كل ما في الكون اللي هو خلقه خلق عشان يعبده هو. الكل به وله قد خلق. فهو موجود بلا بداية. هو موجود بلا بداية. عشان كده نلاقي ايه؟ يستخدم تعبيرات زي ما قال القديس يوحنا كان في العالم والعالم مكون به، يعني كان في العالم. نعم. والعالم كون به، يعني هو نزل العالم بس العالم ده كون به، يعني هو اللي خلقه، لكن العالم ما عرفوش انه شايفه كإنسان. وبعد كده يقول ايه في سفر الرؤيا؟ انا هو الالف والياء، اللي هو اول الكلام وبدايه الكلام. في اليونانيه الفا كاي اوميجا، انا الالف والياء. في الانجليزيه A and Z. كويس؟ في العربي الالف والياء. لكن في اليوناني اصلا الفا كاي اوميجا. الالف والاوميجا اللي حرف شبيه بالدبليو في اللغه الانجليزيه، الاوميجا يبقى دايره كده لما يبقى كابيتال. كويس؟ فهو عاوز يقول بدايه الكلام ونهايه الكلام. اول كل شيء واخر كل شيء. عشان كده انا هو الالف والياء، الاول والاخر. كويس؟ وبعد كده يقول ايه؟ الكائن، يعني الموجود، والذي كان، وهنا بلا بدايه، الكاب بلا بدايه، والذي ياتي اللي هيكون موجود في المستقبل. يعني هو الذي بلا بدايه بلا نهايه، الموجود بلا بدايه، واللي هيفضل موجود بلا نهايه. عشان كده نلاقي الرب يسوع المسيح يكرر التعبير الاول والاخر كذا مره. انا هو الالف والياء البدايه والنهايه، انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياه، انا الالف والياء البدايه والنهايه، الاول والاخر الى اخره. فالرب يسوع المسيح هنا بيتكلم عن نفسه باعتباره بلا بدايه بلا نهايه، الاول والاخر، الالف والياء، خالق الكون وخلق الكون مش لحساب غيره لكن لنفسه، لانه كلمه الله اللي هو الله. طب احنا يعني الله ظهر بصوره بشريه في العهد القديم، وده احنا كنا فاكرين ان الله بس جه في العهد الجديد وتجسد، لكن ليه ظهر بصوره بشريه في العهد القديم؟ هو ممكن انا اوضح السؤال اكثر. كي اللي ظهر في العهد القديم هو الاب ولا الابن؟ الله كالاب لا يرى. نعم. وكالابن ايضا قبل التجسد لا يرى. وكالروح القدس لا يرى. كويس؟ بس هنا الله لما بيجي يتعامل مع الكون بصرف النظر عن الماديات او الروحيات او البشر المكونين من ماده وروح، وهو بيتعامل معهم بيتعامل بكلمته. نعم. يعني لما الله خلق الكون مثلا قال ليكن نور، الراجل البسيط يتخيل ايه؟ مثلا اقول لك روح يا مال هاتي لي كوبايه ميه، فانا اديتك امر انت بتروح تنفذي كوبايه الميه. هجيب مثلا بتاع ديكور، اقول الله يخليك انا عاوزك تعمل لي في الاوضه دي
التشطيبات دي فهينفذ. نعم. هقول للبنا ابني لي دور، او اجيب مقاول اقول له ابني لي بيت مثلا دور دورين 3 4 حسب الامكانيات الماديه، ان شاء الله برج من 100 دور. كويس. انا بقول بدي امر، الاخر بيعمل. لكن الله بيدي امر لمين؟ لما يقول ليكن نور يقول فكان نور. طيب مين اللي نفذ هنا؟ فدي صوره بشريه بحته. نعم. لان لو قلت ان الله بيأمر الملائكه والملائكه اللي بتعمل، اصبحت الملائكه هنا خالقين، يبقى الملائكه بتخلق. طبعا مفيش حد بيخلق غير الله. طيب هل في كائنات اخرى ممكن الله يأمرها فتقوم بالعمل؟ لا، لكن الله بكلمته بتخرج. يعني مثلا القديس لوقا يقول لنا حاجه توضح الصوره اكثر شويه، يقول ايه؟ وجميع الذين لمسوه المسيح، او جميع الذين لمسوه شافوا، لان قوه كانت تخرج منه وتشفي الجميع. اذا هنا بتخرج قوه من ذات المسيح تخش في داخل المريض. فاذا كان اعمى تخلق له عينين من جديد، لو عذر مثلا مات وعفن بعد 4 أيام اعاد خلق كل اجزاء جسده من جديد. القوه اللي خارجه من المسيح. بالتالي لما يقول لكم نور، فكلمه الاب اللي هو رب يسوع المسيح، او بمعنى صح اللي هو الابن، احنا مش هنقول المسيح لان لقب يسوع المسيح لم يكن له وجود قبل ميلاده من العذراء. قبل كده الكلمه او الابن. نعم. في العهد القديم العلماء في العهد القديم ادركوا الحكايه دي، فسموه باللغه الاراميه ممرا. فيقولوا مثلا في البدء خلق الله السماوات والارض، فالله هنا الوهيم. فييجوا يحطوها في حاجه اسمها الترجوم. ترجوم من ترجمه، ترجمان. عشان كده يمكن كان في الهرم زمان اللي بيترجموا للاجانب بيسموه الترجمان، لان العرب والعبري قريبين من بعض وفي كلمات كثيره مشتركه بين العرب والعبري. فكنا نقول على المترجم الترجمان، وما زالوا يقولوا اللي هو مش خريج كليات اثار لا، اللي هم الناس اللي كانوا واخدينها بالوراثه، وممكن يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب العربي ولا الانجليزي، لكن هو اتعود يتكلم الانجليزي فبيسموه ترجمان. فالترجمان ده بمترجم. اليهود كان عندهم حاجه اسمها الترجوم. الترجوم ده عباره عن ايه؟ انه يمسك التلمود، يمسك الكتاب المقدس سفر التكوين مثلا، يروح مترجمه باللغه من العبريه للاراميه اللي بتكلمها الناس، بس الترجمه هنا تبقى تفسيريه. يعني ايه تفسيريه؟ هو ما بيترجمش ترجمه حرفيه. يعني مثلا لما اجي اقول ايه؟ ان ارشي ان هولوجوس باليوناني، ان ارشي ان في ارشي البدء، ان كان هولوجوس الكلمه. الترجمه هنا حرفيه. كويس. لكن ممكن واحد تاني يقول ايه؟ في البدء بلا بدايه كان الكلمه موجودا. يبقى هنا ترجمه ايه؟ تفسيريه. واضح الفرق؟ اليهود كانوا يعملوا ايه؟ يترجموا ترجمه تفسيريه. فيقول لك في البدء خلق الله السماوات والارض، يروح قايل ايه؟ برشت، ولا بلاش اقولها بالعبري، برشت برأة ها الوهيم. يقول برشت برأة ها ممرا الوهيم. يعني في البدء خلق ممرا الوهيم، كلمة الوهيم اي كلمة الله. وبالتالي استخدموا في كل ترجماتهم، يعني تلاقي عنده ترجمة على سفر التكوين، ترجمة على سفر العدد، فاستخدموا كل الظهورات الإلهية في العهد القديم وحطوا لها كلمة نمرة أي كلمة الله. يبقى اللي الله خلق الكون بكلمته. نعم. الله كان بيظهر في العهد القديم بكلمته. كلماته هذا ما كانش المسيح، كان كلمة الله اللي فهموها علماء اليهود وسموها ممرة بالأرامية. عشان كده يمكن الكلام ده احنا عرفناه مؤخرا نتيجة ان عدد كبير من اليهود تحولوا الى المسيحية، بس سموا نفسهم جيوس فور جيسس، يهود من اجل يسوع، او جيوس فريق تاني فور ذا ميسايا، اليهود من اجل المسيح. ليه اليهود من اجل المسيح؟ ليه استخدموا التعبير دوت؟ على اساس هم بيؤمنوا بالفكر اليهودي وبيؤمنوا بالمسيح بشكله البدائي كما جاء في النبوات وكما جاء في العهد القديم. ما دخلوش بقى في دائرة المجامع ولا الحاجات دي. يعني الإيمان المسيحي في بساطته الأولى خالص قبل ما نتطلب تفسيرات ومجامع. كويس؟
ففهمنا من كتاباتهم وترجموا لنا الترجمات اللغه الانجليزيه وغيرها وغيرها. وبعدين جم العلماء الالمان والانجليز وغيرهم بداوا درسوا العبريه، فجابوا الترجمات دي ودرسوها، ففهمنا ده. عشان كده يمكن انسايكلوبيديا او انسايكلوبيديا جوديا دائره المعارف اليهوديه جايبه الكلام ده بالتفصيل. عشان كده انا استعنت بيها بدرجه كبيره في كتاب تاريخ العقيده وغيره. من هنا فلما يقول الله ليكن نور، ده بالنسبه لنا كبشر، لكن اللي بيحصل ان الله هنا اراد في ذاته ان يظهر النور، او حسب مشيئته وترتيبته الالهي ترتيب لا يظهر النور، فكلمته اللي في ذاته قامت بخلق النور. يعني ما اداش امر وناس تانية نفذت، او ادى امر وكلماته منفصله عنه فنفذ، لا، هو الله في ذاته قرر. بس ايه لما يجي خاطبنا احنا كبشر يقول فقال الله ليكن باللغه اللي احنا نفهمها. لكن اللغه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي اللغه اللي هي لغه اللاهوتيين وعلماء اليهود ممكن نفهمها والعامه بتوعنا يفهموها، لان انا ببسطها جامد زي ما بتكلم دلوقتي. بس هنا القديس لوقا وضح الصوره بشكل حلو قوي. وجميع الذين لمسوه شافوا لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. فلما يقول الله ليكن نور، لا، قوة كلماته المسيح قامت بالخلق. لما كان بيكلم أبونا إبراهيم وبيظهر للآباء بصرف النظر بقى ظهور في شبه إنسان أو في رؤى أو في أحلام، كل ده كان المسيح قبل التجسد. عشان كده القديس يوحنا يقول إيه؟ الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، بمعنى كشف عنه أو أعلن عنه. يبقى بالتالي كل ظهورات العهد القديم للكلمة الإلهي قبل التجسد، لكن لما حبلت العذراء وخد صورة إنسان، لأن الملاك جاء قال لها إيه؟ أنت ستحبلين. حبل طبيعي. الحبل الطبيعي زي ما قلنا أكثر من مرة بيتم باتحاد العناصر الوراثية للرجل والعناصر الوراثية للمرأة. الاثنين بيتحدوا مع بعض الكروموسومات اللي هم العناصر الوراثية والكروموسومات بيكونوا ما يسمى بالزيجوت. في حالة تجسد المسيح هنا وحبل العذراء، طب ما فيش هنا العنصر الوراثي الذكري، فيقول الروح القدس يحل عليك. فالروح القدس هو اللي قام بعملية التجسد، فخلى الكروموسومات بتاعت العذراء او العناصر الوراثيه الموجوده في العذراء لوحديها بدون الاحتياج للكروموسومات رجل انها تبتدي تكون جنين اللي هو بيسمى الزيجوت، فياخد الجسد من العذراء من خلال الايه؟ ربما البويضه خليه حيه، انا ارجح غالبا البويضه بتاعت المراه، كويس. فهنا أخصبها الروح القدس بقدرته وقوته، فبدأ ينمو. فهنا خد جسد. عشان كده إيه لما راحت مريم لإليصابات قالت لها القدوس المولود، الملاك قال لها القدوس المولود منك يدعى إيه؟ ابن الله. إليصابات لما راحت لها قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فالملاك بيأكد إن القدوس المولود منك اللي خد إنسانيته منك من شكل الإنسان. تمام. وبعدين إليصابات تقول لها ثمرة بطنك. ثمرة شجرة التفاح جاي من شجرة التفاح، كويس. فثمرة بطنها يبقى جاي من جسدها بس بالاتحاد بالروح القدس. عشان كده بنقول في قانون الإيمان تجسد من الروح القدس، يعني الروح القدس هو الآن بعملية التجسد، أو ممكن نقول بالأسلوب العلمي إخصاب البويضة أو الخلية، كويس. ومن مريم العذراء تأنس، يعني خد إنسانيته من مريم العذراء. فهنا الرب يسوع المسيح وجوده ككلمة الله وابن الله في الذات الإلهية في حضن الآب من الآب عند الآب بلا بداية. لكن لما بشر الملاك العذراء حبلت بالرب يسوع المسيح. عشان كده الكتاب يقول لنا إيه؟ والكلمة صار جسدا. في القبطية أفتشي ساركس. ساركس يعني جسد، بمعنى اتخذ جسد. وصار في اليوناني جينيتو، معناها صار، كان. يعني مثلا لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا،
فكلمة مولودا هنا جنيته، فهنا صار جسدا أو مولود كجسد أو بدأ كجسد. في كل التعبيرات والكلمة صار جسدا بمعنى مش هو تحول إلى جسد، إنما زي ما بنقول في القبطي أفتشي ساركس، معنى أفتشي اتخذ أخذ جسد. نعم. عشان كده القديس بولس يقول إيه؟ الذي وهو كائن في صورة الله، في الأصل هو صورة الله، لم تحسب مساواته لله، يقصد الاب اختلاسا، يعني مساوي للاب. عشان كده المسيح لما الرب يسوع المسيح لما قال لليهود ابي كل ما ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، فاستغربوا انت بتساوي نفسك من الله؟ فجم يرجموه، قال لهم ترجمونه ليه؟ قال لهم قالوا له انك وانت انسان تجعل نفسك مساويا لله. قال لهم كل ما يفعله الاب فهذا يفعله الابن. بيأكد انه ايه؟ الابن بلاهوته مساوي للاب بلاهوته. لما مره ثانيه جم يرجموه، لما قال لهم انا والاب واحد، جم يرجموه، قال لهم طب بترجموني ليه؟ قالوا لانك وانت انسان تجعل نفسك مساويا لله. عشان كده القديس بولس الرسول يقول ايه؟ الذي وهو كائن في صورة الله لم تحسب مساواته لله اختلاسا، يعني مساواته لله دي ما خدهاش غصب ولا سرقه ولا لا، ده حقيقه، لكنه اخلى نفسه وتنازل، اخذا صورة عبد. هنا بقى خد، مش تحول الى عبد، لا أخذ صورة. اخذ. فلما اجي اقول افتشي ساركس والكلمه صار جسدا، فالكلمه اتخذ جسدا، والقديس بولس والكلمه ان هو صورة الله آخذا صورة عبد، فهنا اتخذ جسد، هنا أخذ صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وماشي في وسط الناس كإنسان، وإذ وجد في يعني نفهم من كده يا ابونا إن هو كان موجود في العهد القديم قبل العهد الجديد بصورة مبسطة جدا. القديم قبل العهد الجديد، لا، من بداية تكوين الكون. هو كان موجود قبل تكوين الكون بلا بداية. كان موجود قبل وجود تكوين الكون أو خليقة الكون بلا بداية. والله كالآب غير مرئي، لكن بيظهر بكلماته الابن، فاللي كان بيظهر في العهد القديم المسيح كالابن. عشان كده القديس يوحنا للابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. وأشعياء النبي قال إنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فأشعياء بيقول إن المسيح أو بمعنى صح كلمة الله هو الإله، بس هيتولد، يولد لنا ولد. يرد عليه القديس بولس في رومية 9:5 يقول إيه؟ منهم يقصد اليهود حسب المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله أو الإله المبارك إلى الأبد. فهنا تأكيد إن هو الله بس تجسد، خد إنسانيته من مريم العذراء اللي هي من اليهود. عشان كده يقول ومنهم يقصد اليهود المسيح حسب الجسد. وأشعياء كنبي يهودي يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها. هي في العبرية إيل جيبور، الإله القدير أو الإله الجبار. الإله الجبار أو الإله القدير، الآب الأبدي رئيس السلام. فهو موجود بلا بداية، لكن ظهر في العهد القديم في شبه صورة إنسان أو في شبه صورة أو وكأنه ملاك. البعض تصور إنه ملاك. قدس أبونا أنا بشكرك إن أنت كنت معانا كتير النهارده وعلى المعلومات القيمة جدا دي، وهنكمل طبعا الأسئلة اللي محيرة الناس كلها مع قدسك في الحلقات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أو إن شاء الرب وعشنا. أتمنى يكون مشاهدين استفادوا النهارده، وتابعونا في الحلقات الجاية. أستناكم الحلقة الجاية. إلى اللقاء.
ما تزعلش انا مقصر معاك دايما، ولما بغيب بكون تعبان قوي اصلا، ومن غيرك بكون مجهد ضعيف جدا. تعبت خلاص خسرت حاجات كتير فعلا، ما تزعلش انا مقصر معاك دايما، ولما بغيب بكون تعبان قوي اصلا، ومن غيرك بكون مجهد ضعيف جدا. تعبت خلاص خسرت حاجات كتير فعلا. انا مكسوف اوي منك عشان دايما بخون وببيع، ولسه عاوزني اكون ابنك ومش عايز تسيبني اضيع. انا مكسوف اوي منك عشان دايما بخون وببيع، ولسه عاوزني اكون ابنك ومش عايز تسيبني اضيع. وديني رجعت متشوه وكل جروح، وبعد معفرة ومنهدة وحلاوة روح، رجعت اتدارى جوا في حضنك المفتوح، وزي الطفل ببكي وبشكي ليك وابوح. وديني رجعت متشوه وكل جروح، وبعد معفرة ومنهدة وحلاوة روح، رجعت اتدارى جوا في حضنك المفتوح، وزي الطفل ببكي وبشكي ليك وابوح. انا مكسوف اوي منك عشان دايما بخون وببيع، ولسه عاوزني اكون ابنك ومش عايز تسيبني اضيع. انا مكسوف اوي منك عشان دايما بخون وببيع، ولسه عاوزني اكون ابنك ومش عايز تسيبني اضيع.